صباح الخير على حضراتكم. النهارده معادنا مع قضايا مصرية، وحنلتقي بنموذج مشرف جدا للمرأة المصرية. حنلتقي بالدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر مجلس القومي للمرأة محافظة الإسكندرية. لما بنيجي نناقش قضاية المرأة، قضايا المرأة عموما، لما بنيجي بنناقشها من المنطلق انها كانت زمان يعني كانت مقهورة من المنطلق الذكوري شوية، ولا بنناقشها على اساس انها مواطنة ليها حقوق وواجبات من خلال التنمية الشاملة اللي بينادي بها سيادة الرئيس؟ سؤال جميل جدا. أشكرك. وبرضو لازم ننوه، احنا لما بنتكلم ما بنرجعش للخلف. احنا لما بنتكلم دايما احنا دلوقتي مصر عندها استراتيجية وطنية مصرية 2030 بتحقق فيها أهداف التنمية المستدامة. الأهداف منهم الهدف الخامس اللي بيطالب بالجندر والمساواة. تمام. فالنهاردة الدولة بكل الوزارات بالقيادة السياسية أساسا اعتراف بحقوق المرأة، ده كان أولا. لو رجعتي للدستور هتلاقي الدستور نص على ان المرأة لها كافة الحقوق في تولي المناصب القيادية والمجالس النيابية الى اخره. اصبح انا عندي دستور وعندي استراتيجية، فاضل التنفيذ. استراتيجية وتنفيذها ده هو اللي بيخلي دلوقتي المرأة تتقلد المناصب، المرأة تاخد حقوقها في اماكن العمل. المرأة من حقها، هي الاطار اللي اتحطت عليه زي ما انت قلتي كده من مجتمع ذكوري وعهد سابق، وكان في اساسا نوع من التطرف الفكري اللي حجم المرأة. صوتها عورة، ما تخرجش، مع ان في الستينات كانت حرية مطلقة والمرأة بتلبس زي ما هي عايزة، وما كانش عندنا حاجة اسمها مناهضة عنف، تحرش ولا تنمر، احترام بالكامل بين الرجل والمرأة. في الجامعة بتروح المرأة بكل أمان. احنا جينا في فترة معينة أنا دايما أقول فيها اللي هي ابتدى الهجوم الخارجي الفكري المقصود به تشتيت فكر شبابنا وهويتنا المصرية. تمام. هو ده اللي لعب الدور عن طريق بقى الدراما، عن طريق الإعلام، عن طريق اليوتيوب. كل التكنولوجيا اللي دخلت هي اللي خلت دلوقتي كل شبابنا وتفكيرنا انا بعتبره منحرف عن الاتجاه الصحيح. تمام. الدولة دلوقتي بتعمل ايه؟ بتستعيد الشباب عن طريق الأكاديمية التدريب، عن طريق البرامج الرئاسية. مقصود ان هم يدخلوا الشباب في بوتقة جديدة من الفكر الثقافي السياسي، بتعدهم يقدروا زي ما احنا شفنا نائبات او محافظ كله سنه صغير وبيتولى. ليه؟ هو ده الصح اللي هو موجود. يمكن انا عندي التحفظ لان انا دايما اقول التدريب والاعداد بدون خبرات يفقد الكتير. فاحنا دايما بنقول لازم يبقى في توازن، خبره وتدريب، الاثنين مع بعض لغايه ما يبقى الصغير يوصل للخبره. تتبادل الادوار. حضرتك جدا. فيعني دي جزئيه يعني ده رايي الشخصي فيها. انما اللي الدوله دلوقتي بتعمله وحدات تكافؤ الفرص اللي موجوده في كل المؤسسات، في كل الاماكن العمل، ادت فرصه من اسمها ان المرأة تحصل على حقوقها في داخل المكان. قوانين العمل لما اتعملت وأكدت على حق المرأة أنها لو بتعمل وواخدة أجازة رعاية الطفل بتاخد الكلام ده موجود. لكن كان ساعات الجهات والهيئات ممكن تبقى فيه تعنت في القرار. إنما دلوقتي المرأة عارفة حقوقها. تمام. بتقدم، بتاخد، هي عارفة بتعمل إيه. في نفس الوقت احنا كمجلس قومي ما بنقولش للمرأة سيبي بيتك واخرجي وسيبي عيالك. لا اكيد طبعا. المرأة اللي قادرة انها تخرج تواجه تقود، اتفضلي اطلعي. طب اللي في البيت احنا بنساعدها بشكل تاني. بنساعدها في التمكين الاقتصادي، بنساعدها في التوعية. لازم يعني محو الأمية الفكرية أهم عندي من الورقة والقلم. أكيد. ليه؟ لأن الوعي اللي احنا عاوزينه في الوقت الحالي وعي جديد، ثقافة جديدة مختلفة. فهو ده اللي احنا بنعمله عشان نغير الفكر لنظرة المرأة. أكيد. يمكن أول ما ابتدينا كمجلس قومي وقبل الإعلان الاستراتيجية الوطنية وقبل ما السيد رئيس الجمهورية يعلن في احتفالية في 2017 إن العام ده عام المرأة المصرية، وإن يوم 16 مارس يوم المرأة المصرية،
دي كانت بدايه قويه لانطلاق المراه في مصر. أكيد. ولو كانتش القياده السياسيه مؤمنه بالكلام ده ما كانش هيحصل. تراجع بقى. ووراها على طول كان الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراه المصريه. تمكينها في مجال اجتماعي، في مجال سياسي، مجال اقتصادي، في مجال الحمايه اللي هو فيه مناهضه العنف وضد المراه وكل حقوق المراه. سوري بقى لمقاطعه حضرتك ذكرتي كذا مره دلوقتي كلمه العنف. هل لما بتعملوا بقى كمجلس قومي ودورات، وهل العنف بالذات هل بتلاقي حضرتك عدد كبير من السيدات متواجدات ولا مش لا انا يعني؟ بصي، في جزء بيجي عندي الندوه في الفرع، في جزء احنا اللي بنتنقل للاماكن. يعني مركز النيل للاعلام، مركز الجمرك، قصر الثقافه. لا انا اقصد بيبقى في اقبال من في اقبال طبعا، وبيجوا لان هم اصبح في ثقه بين المجلس وبين المجتمع الخارجي. تمام. فمجرد بيتقال وبيتقال مين هيحاضر وايه نوع المحاضره، اللي اكتشفته الناس فعلا حابه تعرف وتستزيد وتغير من فكرها. وبعدين تعرفي الكلام ده منين؟ لما بتناقش. اكيد. خلصتي تبدا تناقش. المشكله كانت الاول ايه؟ هي هتدور على المعلومه دي ازاي، تجيبها منين؟ فاهماني؟ لكن لما انا بقول لها انا جايه لك ومعايا اللي انت عاوزاه، اتفضلي تعالي. فبيجوا كتير جدا جدا. يعني طيب بالنسبه لاوجه العنف الشديده، اكتر حاجه شفتيها حضرتك اثرت فيك لغايه دلوقتي؟ انا عايزه اقول لك حاجه. احنا في مكتب شكاوي في الفرع ده متصل بالمكتب الشكاوى المركزي، واكتر عنف موجود عند المراه لغايه هذه اللحظه اللي هي نسب الطلاق. واسبابها رجعت ايه؟ الى العنف من الزوج للمراه. اما بيتعاطى، ياخد حبوب، مش عايز يصرف عليها وعلى اولادها، اخرجي اشتغلي وانت تعالي، بتتضرب، بتتهان، وبتيجي بعيالها هنا في حاله وحشه. اوقات يتجوز عليها ويكرشها من البيت باولادها، وبيبقى معاها حق تمكين، فبتيجي تقول لنا الحقوني، مش عايز يمكنني. فاهماني؟ او ياخد ولادها ويسيبها تبعت تدور عليهم. دي انواع من العنف كتير جدا جدا جدا، وده اساسا ده اللي بيفكك الاسره المصريه. أكيد. فاحنا قصادها بناخد كل المشاكل اللي موجوده، بنرتب عليها ندوات رفع التوعيه. يبقى في الحاله دي الناس بتفهم، يعني بنعلم الست ازاي يبقى عندها نوع من الصبر، تتكيف مع الحياه داخل الاسره، ازاي ترشد استهلاكها الاقتصادي في الاسره. الجزء الاساسي اللي بنتكلم فيه اللي هو ازاي كاسره تحددي من اعدادك. مش بنقول لها امنعي تجيبي، لكن ما ينفعش يبقى معاكي 5 و6 وجايه تقولي مش قادر يصرف. طب ما هو طبعا مش قادر يصرف، طبعا هو انت اساسا قادره تخدمي 6. فاحنا هنا بنوعي المراه، يعني انت عايزه تعلمي صح، وعايزه ياكلوا كويس وتغذيه سليمه وعندهم صحه، ومش عايزه تلجئي للادويه. طب انت الكلام ده كله تعمليه ازاي وانت بدايه حياتك مع جوزك شراكه على قدكم؟ طيب لما انت قبلتي الشراكه دي وهو قبل الشراكه دي، طب ما تفكروا بقى الاسره الجايه دي البدايه فيها ازاي وهتمشي ازاي. انما العزوه، عزوه ايه وانت هترميهم في الشارع؟ عزوه ايه وانت بتقولي مش عارفين ناكل؟ ما هي برضو دي موروثات ثقافيه غلط. لسه ده اللي احنا بنصلحه من خلال الندوات. بس احنا عندنا الفكر مرتبط. على الاقل انا بتكلم في اسكندريه، ما فيش حاجه هنا يعني بننفذها دوره او تدريب او بنطلع ورشه عمل الا ونسمع المشاكل، احتياج المجتمع ايه، نوع البيئه اللي احنا رايحين نتكلم فيها ايه. لان في فرق لما ادخل الجامعه او فرق لما انا اتكلم في المدارس مع الاولاد. يعني الاولاد احنا بنعتمد دايما على لما نروح لهم على زي ما تكوني بتحكيهم عشان يطلعوا اللي موجود جواهم بالظبط كده. ويمكن المجلس القومي كان فيه مبادره تحت رعايه السيده انتصار السيسي، دي عملناها في المدارس. فاهماني؟ المبادره دي كان اساسها البنات من خلال لعبه وفي ميسرات ومتدربين وكل حاجه، يبداوا يعبروا عن نفسهم ويقولوا ايه مشاكلهم داخل دايره، والدايره دي فيها
خيط يتعمل زي العنكبوت كده الشخصيه والقوه بيقولوا اللي عندهم. الميسره طبعا بتلاحظ تتدخل في حاجات بسيطه. يعني ايه الميسره هنا حضرتك؟ الميسره اللي هي زي الرائده، يعني اللي هي لازم تبقى واقفه مشرفه على العمل. أيوة. وبعدين اخر المده بيتعمل حاجه اسمه نادي المشاهده. نادي المشاهده بقى بيجي الولاد اللي اتكلموا مع اولياء امورهم، ويبداوا اولياء الامور يسمعوا اولادهم قالوا ايه ويناقشوهم طبعا لان احنا الحلقه دي مفقوده في الحوار داخل الاسره. تمام. فدي كلها اساسيات. طيب دكتوره ماجده، في مبادرات تانية؟ هنا عضوات الفرع يعني انا مخليه كل عضوه مقدمه يعني مبادره. مثلا من ذوي الاعاقه دي مبادره اعرفونا. حلوة قوي. دي بتتنقل العضوة بتروح تتكلم في الأحياء، تتكلم في الأماكن حسب ما بنحدد. أيوة. اعرفونا بتعرف الناس طبيعة ذوي القدرات، احتياجاتهم ايه، المعاملة معاهم تبقى ازاي، لأن النهاردة احنا اندمجوا معانا في المجتمع، فما ينفعش يبقى هم لوحديهم والمجتمع لوحده. الحقيقه فاحنا سياده الرئيس بصراحه ما هو طبعا الضوء عليهم، وهو اللي يعني بين لنا ان لازم الناس ده مش كده، ده هو في عام اطلقوا عن ذوي الاعاقه ونزل القانون. فيعني ما انا بقول لك القياده السياسيه بتنفذ اهداف التنميه المستدامه من خلال استراتيجيه مصريه. تمام. عشان كده يعني ما فيش حاجه هتلاقيها مش صح. كل حاجه معموله مظبوط. عندنا غير اعرفونا مبادره تانية صحتك امان. دي بنبدا نتكلم بقى في التغذيه، في الاكل، بيبقى في قوافل طبيه. عندنا تنميه الاسره المصريه. دي يعني 2 من زميلاتنا واخدينها في أبيس. أيوة. على كل المناطق اللي هناك. كان في مرة برضو حاجة سمعتها طرق الأبواب حضرتك. لا دي حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار. جلسات الدوار بتبقى بالتعاون مع الأوقاف. وطرق الأبواب دي بيبقى من مصر. وعشان برضو كلمة ميسرات، احنا كان في رائدات لازم ناخدها من كل منطقه، اللي هو بنعتبرها الدليل بتاعنا في المنطقه، لان قبل ما هننزل في طرق الابواب، احنا طرق يعني بنطرق الابواب. أيوة. فدي بتبقى كلها فتره الصبح. فانت بتروحي على البيوت في مناطق محدده اللي بتسهل لي المهمه اللي هي الرائده دي. تمام. وبتكلم الناس تقول لهم ان المجلس القومي جاي، لازم يبقى مستعدين لدي. أيوة. دي لما بندخل مثلا، اما كان عندنا صوتك امانه ايام الانتخابات، احنا عايزين نشجع المراه تنزل تنتخب، لان احنا المراه عندنا ما بتنزلش، لكن مش حقها، ده واجب عليها في الدستور. تمام. ولها صوت لازم تنزل. فكنا بنروح نكلمها عشان نعرف ايه اللي مخليها تمتنع عن النزول. الحقيقه كلام جميل جدا من حضرتك ومعلومات وفيره عن المجلس القومي للمراه ودوره للمراه. طيب نطلع فاصل وهنواصل. رجعنا مع الدكتورة ماجدة شاذلي مقرر المجلس القومي فرع اسكندريه، وبنرحب بيكي تاني وبنقول لحضرتك في ساعات كده ستات بيبقى عندها مشاكل، تيجي تقول لك طب نطلع على طول على المجلس القومي ولا نعمل ايه بالظبط؟ ولا هنا يعني المقر بيوجههم؟ هو اسمه ايه؟ مكتب شكاوى المرأة. فاذا هو مكتب شكاوى المرأة. انا عندي اي شكوى هي عايزه تجيني بتيجي عندي. تمام. لو الشكوى عايزه تقدم طلب نقدمه لها في التضامن، بنساعدها في التضامن. لو الشكوى عايزه مثلا واحده معنفه في الشارع واتكرشت وملهاش بيت وملهاش حاجه، عايزه تروح دار الاستضافه، هي بتيجي عندي في ضوء المشكله. المحاميه بتعمل جواب، تتصل بالتضامن. هنا في انا المكتب عندي 2 محاميات دول معينين بقالهم سنين يعني. أيوة. فبتبدا تعمل الخطاب، بنوجه للتضامن. ليه؟ لان في اجراءات بتتعمل، يعني ما فيش واحده مثلا تروح دار الاستضافه كده بجواب، في تحريات امنيه. التحريات الامنيه ده الاساس. احنا عندنا برضو حاجه مهمه جدا، ان الجهه الوحيده اللي بتستخرج الرقم القومي مجانا للمراه هو احنا المجلس القومي للمراه. فاحنا عندنا ناس كتير قوي
ستات اتفاجئنا بتيجي تطالب بحقوقها، طيب اديني اثبات شخصيتك، ما عندهاش. وبالتالي لازم تعمل الرقم القومي، وبنفهمها الحي بتاعها ازاي، بيخرج لك برضه لها سلسله من الاجراءات. افرضي ساعات واحده بتيجي معاش تكافل وكرامه، هي مش عارفه تروح التضامن، مش عارفه تحصل، بتوجهوها بقى. احنا بنساعدها تعمل ايه. فاهماني؟ احنا بنتعامل مع مديريه الامن، فبتعامل مع المحافظه، فانا مشبكه مع المحافظه بالجهات اللي موجوده. فالست لما بتيجي بيتم الاستماع لنوع الشكوى بتاعتها ايه، ولازم المحاميه بتقعد مش اقل من نص ساعه مع الشاكيه عشان تفهم الموضوع واساس الموضوع وفي ايه، وتقول لها. يعني احنا جالنا ناس كانوا رافعين قضايا بسنين ومش عارفين ياخدوا حقوقهم، لما جم عندنا اتوجهوا صح والقضيه جالها الحق بتاعها ايه. طب بيبقى في قضايا وهميه، يعني ناس بتيجي كده تدعي ان عندها لا مشاكل لا اصل دي لو ادعت ما ينفعش، لان انا المحاميه اللي عندي اجراءات، وبعدين ده ما ينفعش بالتليفون تقولي شكوى. حد جرب ان هو لا ما ينفعش حتى بالتليفون تبلغي شكوى. يعني انا اوقات التليفون بيتضرب عندي من ارقام غريبه. حضرتك ايوه انا عندي بس شكوى ضروري وكده. اقول لها حبيبتي اتفضلي تعالي مكتب الشكاوى، لان انت عايزه رد قانوني. انا يعني هقول لك كلمتين، لا انا محتاجاكي. اقول لها معلش انا الحاجه الوحيده اللي بقولها لك اتفضلي في مكتب الشكاوى. انا بكلم بقى مكتب المحاميه، اتصلت بيا ست وهتجي لك تتكلم معاكي. لما الست بتيجي تتكلم خلاص هيترد عليها ويتقال لها انت جايه غلط. وبعدين ما ينفعش مثلا الست جوزها يجي يتكلم عنها او الست يجي بنتها تتكلم، لان اللي بتيجي بشخصها وبتقدم الطلب رسمي وبتوقع، لان على مسؤوليتها اللي هي بتعمله. فدي اجراءات لازم تكون موجوده بالنسبه للشاكيات عندنا. طبعا احنا شايفين يعني ما شاء الله سياده الرئيس قد ايه مهتم بالمراه قلبا وقالبا، وقد ايه كمان احنا شايفين ان دور المراه يعني ما شاء الله يعني بره وجوه، يعني مش في مصر بس. يعني الدكتوره غاده والي ما شاء الله مستشاره. عايزه اسمع من حضرتك اكتر عن النماذج دي. انا هقول لك حاجه. 2017 كان اتعمل، كان ايامها السفيره نبيله مكرم كانت موجوده، وطبعا هي كانت على مستوى العالم يعني ما شاء الله عليها. وبعدين بقت وزيره الهجره، فاتعمل مؤتمر اسمه هن تستطيع. هن تستطيع هي قدرت من كتر ما لفت العالم جابت نماذج للمرأة المصرية على مستوى العالم. احنا اتبهرنا، واول مرة كنا نبتدي نعرف المرأة المصرية بره ايه. يعني جالنا واحدة وكانت جاية بالبدلة الرسمي بيضة ومحجبة وحاطة كل القلادات بتاعتها والنياشين، دي صاحبة قاعدة صواريخ. جالنا صاحبة قاعدة صواريخ. جات لنا واحدة مصرية حضرتك. أنا بتكلم على نماذج مصرية. نجحوا بره. عندنا واحدة مستشار للرئيس في الجانب الاقتصادي، ما شاء الله. دي كانت موجودة في هولندا. كان موجود أول عميدة في كندا. كان موجود نماذج بقول لك في أماكن بره قوية. في واحدة كانت في هولندا تقريبا مستشار وزير عدل. نماذج مصرية وقفت عرفت بنفسها، اتكلمت. كانوا تقريبا 17 سيدة. دول عشوائي من العالم كله. فده حافز كبير لأي مرأة مصرية. كملي وطريقك موجود. ليه؟ لأن دي نماذج غير طبيعية. لما جت غادة والي وخلوها تمسك بقى حاجة كبيرة قوي مرتبطة بالمخدرات، مرتبطة ايوه راحت وناجحه في مكانها وعارفه بتعمل ايه. احنا كان عندنا مستشاره الامن القومي دكتوره فايزه ابو النجا. كانت موجوده عندنا. دكتوره مايا مرسي قبل ما يعني اول ما جت مسكت المجلس هي كانت ماسكه ملف المراه المصريه في اليو ان وومن في الامم المتحده. فيعني النماذج موجوده، وكل فتره النجاحات بتزيد زياده. انعكس ده داخليا
لما ابتدى بقى عندك كان المهندسه ناديه عبده اول محافظ، كان عندنا دكتوره هند حنفي اول رئيسه جامعه. وبسمع ان في قضاه يعني لا قضية. ده دي في التسلسل، لكن انا بديكي نماذج ابتدينا بيها. أيوة. وبعد كده المجالس النيابيه كان الاعلان بينزل طالب رجل. أيوة. دلوقتي ستات كتير تقلدت على مستوى المحافظات. 4 مارس السنه اللي فاتت كان اول قاضيه تتوسط منصه الحكم لاصدار القرار. أيوة. ودي كان عليها هجوم قد ايه من الناس ان المراه ناقصه عقل ودين وانها تتكلم بمشاعرها ابدا ابدا. فمفهوم المجتمع ودي يعني انا ببروزها مفهوم المجتمع للمراه وقدرتها ومكوناتها وفهم العامل النفسي بتاعها، لان لو هي لقت من يدفعها بقوه بتنطلق. فاحنا عايزين نبقى دايما خلف بعض، بنساعد بعض. أيوة. واللي عنده فرصه ومتعسر نشوف نساعده ازاي، لان في الاول والاخر هي مصر بينا كلنا. اكيد طبعا. بننافس بعض، كل ينافس في المكان اللي بينجح فيه في مجاله بالظبط كده. طيب عايزه اقول لحضرتك في ستات تحسي ان عندها قدرات وعندها مهارات بس هي مش عارفه ان عندها حاجه زي كده، دي تعمل ايه كخطوه يعني؟ ما هي النهارده كل الندوات اللي بنعملها وبنقابل الستات وبنتكلم في التمكين الاقتصادي على سبيل المثال. التمكين الاقتصادي الرئيس السيد الرئيس كان اتكلم عنه وقال ان التمكين الاقتصادي ده مهم جدا، وبقى ابتدت المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وابتدت البنوك وتيسير القروض ومع التضامن. لما الكلام ده كله اتعمل ليه؟ اتعمل على اساس ان المراه من ضمن العنف، انت عندك العنف الاقتصادي اللي هو بتاع الحوج. الزوجه تختلف مع جوزها، عايزه فلوس، عايزه تجيب لنفسها حاجات، يقول لها انا ما عنديش، تبدا تتعصب عليه، يتعصب عليها، يبقى ده عنف من نوع معين. في نفس الوقت هي الست ايذاء نفسي لها انها بتقول له اديني، دي صعبه جدا. بالظبط كده. فهو احنا التمكين الاقتصادي لما ابتدينا نكلم الناس في الندوات بنعرفها فكري في مشروع، تقول انا ما اعرفش، طب انا اعمل ايه؟ فبنبدا نجيب ناس من المشروعات الصغيره. كان في حاجه اسمها اعرفي مشروع. اعرفي مجرد انت بتغسلي دماغها خالص وبتخليها تفهم تفكر في مشروع ازاي، تفكر في مشروع وبعد كده تعمل دراسة الجدوى وتشوف الموضوع اللي هتعمله ده هتبدأوا ازاي وتخلصوا ازاي وكده. يعني كان مرة بنك الائتمان الزراعي كانوا هيدوا قروض وتواصلوا معايا وطلبوا ان انا اعمل كشف باسماء السيدات ببياناتها اللي عندها مشروع قائم او اللي هي بتفكر في مشروع. انا بعت لهم يعني ما صدقتش خلال الفتره دي 104 مشروع. ستات في اللي فاتحه كوافير، اللي عندها محل البان، بس كلهم ناقصها حاجه تكبر الموضوع. أيوة. بعد كده في ناس اتعلموا من التمكين الاقتصادي الزراعه في البيت، اتعلموا بعض حاجات التجفيف والكلام ده، اتعلموا بقى دلوقتي الاكسسوارز، اتعلموا جلود المكرميه. يعني عايزه اقول لك حاجات كتير، اشغال ممكن تدر عليهم ربح. ما هي دلوقتي بتشتغل من بيتها. تمام. اللي هي دي ما تقدرش تخرج وما عندهاش شهاده عاليه. بالعكس ده احنا دخلتوا البيوت يعني من جوه. هو دخلنا البيوت. تمام. وعندنا كان بشاير الخير اول ما ابتدت عملنا محو اميه هناك، ويعني مش قادره اقول لك هم بقوا عاملين ايه دلوقتي. 3 و5 احنا بادين معاهم ان شاء الله قريب. حياه كريمه بقى نجوع برج العرب، القرى اللي هناك في 14 نجع. لا انا عايزه اقول لك حاجه، يعني انا قريب بالتعاون مع جامعه اسكندريه حوالي 600 امراه في النجوع دول هيتعمل لهم محو اميه ما شاء الله، لان هم وعدد كبير. ده كمان ده دي انا حصرنا دول بس دول في النجوع كلها، يعني في الغربانيات، في بهيج، في ابو سير، برج العرب. بعد كده ان شاء الله المهم ان الست دي اللي هي كانت لا تخرج من بيتها، الست دي اللي ممنوع تكلم حد
لا دي خرجت عايزة وبتتعلم تتعلم. وعايزه محو اميه وتكمل. حلو. واحنا الهدف عشان تربيه ولادهم، اكيد. لان انت بتورثي لاولادك فكرك. طبعا. فهو ده التغيير اللي هيكون موجود. طيب اخر حاجه بقولها لحضرتك، معرفش هي هتبقى فكاهه شويه، لما تلاقي واحده متعلمه جدا ومعاكي مثلا في مكان ما وبتشتغل وجايه لك دراعها مكسور، واقول لها مين عمل فيكي كده؟ تقول لي والله جوزي كسر لي دراعي امبارح. اقول لها طب ايه يعني؟ تقول لي انا جوزي اعمل ايه؟ هو بصي، في فكره يقول كان زمان يقول يعني لك ايه زي عارفة السيد السعيدة هي اذا كده. ضربك على خدك اليمين اديله الشمال. ما ينفعش الكلام ده دلوقتي، ما ينفعش. وبعدين احنا لما دلوقتي في دورات كتيره معموله بالتعاون مع الازهر الشريف اللي هي المقبلين على الزواج. المقبلين على الزواج دول احنا بنأمن اللي هيبداوا يعملوا الاسره المصريه. أيوة. بس التأمين ده يسبقه التربيه من الاسره. الاسره لما تربي الولد ربيه على انه هيتحمل مسؤوليه وده زوج المستقبل، مسؤول وربي البنت على ان دي هتبقى ام وزوجة المستقبل. برضو احتياج البنت والولد الاب او الام، يعني الحنيه الزايده يعني بتضيع كتير. طبعاً. فالولد طالع مدلل طبعا. ما بتحملش مسؤوليه حاجه. بيجي حب بنته وبنت حبته وخلاص، بابا عايز اتجوز، بابا بيجيب الشقه والام تفضل تستلف وتدين مفيش إحساس بالمسؤولية. والغارمات اللي كانوا موجودين كلهم بسبب الجهاز. ايوه. تروح تشتري من الاماكن. حضرتك رايك ايه في ان انا اشتري 90,000 فوطه و90,000 مش لا هي مش 90,000 فوطه ولا حاجه، حاجات غريبه لا والله. هي ما وصلتش لكده، لكن ممكن تجيب 90,000 يعني. بس انا اقصد ان ايه، مثلا تقول لك اجيبها 600 بس ده مش فين عارفة إيه. عند مين؟ ده موجود للاسف في الريف. أيوة. لان هم العربيه لما تمشي بالعفش لازم الناس كلها فلازم تشوف. الناس تشوف. فجايبه مثلا غسالتين وتلاجتين طب ليه؟ أيوة. عشان دي لو باظت تبقى دي موجوده. يعني فكر عقيم. بس كان نتيجته ايه؟ بتكتب ايصالات عليها، لو ما بتعرفش تسد يتحولوا الى الغريمه. ما هي الغريمه بقى لما يبقى عليها حكم تلجأ لنا. انا ما اقدرش اساعد غريمه الا لما يبقى معايا حكم خلاص نهائي بسجن، لكن ما تقدرش تجيني بوصل كده، لان دي ممكن قوي يبقى بينها وبين اللي هو صاحب الحاجه يعني. فهي دي الجزئيه اللي احنا بنركز عليها. في نفس الوقت انا يمكن يعني اللي دايما نركز عليه، لازم الاب والام يصنعوا حوار مع اولادهم، يتعرف يعني ايه احترام بين الاثنين. ما هو الاب لو هان الام وضربها هو مستني ايه من الابن؟ نفس الشيء اللي شافوه هيعمله طبعا. خلاص. وده العنف اللي بيجي للولاد، المعامله التربية. لكن لما يبقى احترام بين الاب وبين الام وتعاون ويخلوا الولاد بطريق غير مباشر يساعدوا، وصل دي بره، حط دي بره، نظم اوضتك، نظمي اوضتك، اعملي. خلاص ابتدوا يشوفوا. مفيش مانع ان الاب والام لما ييجوا في مسؤوليه يقعدوا الولاد ويسمعوا ازاي بيحلوا مشكله جوه اسره، ازاي بيتناقشوا، لازم يوصلوا لحل، لان هم لما يطلعوا يبقى عندهم خبرات سمعوها. صحيح. انما للاسف الشديد احنا ما فيش. الام والاب اوضه مغلقه يبقى بيتخانقوا ومش عارفين يدبروا حياتهم وكده، والصبح خدي حبيبي خدي حبيبتي وانتهينا. هو ده بقى لما يعني بيتجوز التربيه ثم التربيه ثم التربيه. الاسره المصريه، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، إعادة الوعي في الأسرة المصرية، ودي مسؤولية مجتمعية. ودي من المبادرة اللي أنا مقدماها على مستوى اسكندرية، إن شاء الله هتبقى بمناسبة مبادرة بداية اللي هو وعي الأسرة مسؤولية مجتمعية. أيوة. وعي الأسرة في إيه بقى؟ في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. إذا رفعنا الوعي هيتغير كل حاجة في مصر. شكرا دكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي فرع اسكندرية. بعيد شكري تاني للدكتورة ماجدة وعلى المعلومات الجميلة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قضايا مصرية.